حرف ال H ده من الحروف السهنة كده في الإنجليزي، يعني هو تحس إن هو حرف سهل صوته ها عادي زي كلمة مثلا هن اللي هي فرخ، ولكن لو جينا حطيناه مع حرف P مثلا مش هنقول ب، لا هنقول إيه؟ ف. فالبي H صوتها مع بعضها بيبقى صوتها ف. هنقول photo اللي هي صورة، وelephant اللي هو فيل. أهلا بيكم، معاكم عمار عادل وحلقة جديدة هنتعلم فيها الإنجليزي بطريقة استثنائية. يبقى لما بيجي حرف ال H مع حرف تاني بيعملوا صوت مركب كده بنسميه digraph اللي هي الأصوات المركبة في الإنجليش زي البي H مع بعض مثلا، الصوت ده أو الحرفين دول مركبين بيعملوا صوت الف، هنقول photo أو elephant. طب لو جه مع الجي هل هنقول إيه بقى؟ برضو ف، مفيش غ في الانجليزي، فنقول ف زي مثلا كلمه laugh اللي هي يضحك، او enough اللي هي كفايه. ولكن لو جه معاها حرف اي يعني جي اتش جه قبلها حرف اي ساعتها بننطقها اي. ايوه حرف اي كده بيسيطر عليهم، يقول لهم انا بس اللي هتنطق هنا وتبقى هاي. بصوا ما نطقناش جي اتش، هاي او لايت اللي هو الضوء، طبعا هاي اللي هي عالي. طيب اما بقى لو جه مع حرف التي فساعتها بيبقى ليه حالتين، يا اما بيتنطق ذا ولازم نطلع لسانه كده زي صوت الذال في اللغه العربيه، وده في الغالب مش على طول لو جه وراه حرف اي. بصوا كده هنا جه وراه حرف اي فننطق ذا، نقول they. هنا برضو جه حرف اي فنقول father اللي هو الاب. طيب لكن في الغالب برضو لو ما جاش وراه حرف اي بننطقه ف زي الثاء في اللغه العربيه، فنقول think اللي هي يفكر او thank اللي هي يشكر. طب ليه بتقول في الغالب؟ ليه مش على طول؟ لان طبعا اي قاعده صوتيه في الانجليزي بيكون ليها شواذ. حرف الاتش بقى لو جه معاه حرف اس بيتنطق ش زي صوت الشين، هنقول share اللي هي يشارك، نقول shark اللي هي سمكه القرش. اما لو جه قبليه سي فبننطقه تش، يعني هو نفس صوت الش بس بنحط قبليه صوت تي صغيره كده، تش زي صوت الطعميه كده في الزيت، تش. فنقول chair اللي هو كرسي، وتشينج اللي هي يغير. بس خلي بالكم بص دي share دي تش كأن في تي كده، share. بكده نكون عرفنا الدايجرافز وعرفنا ازاي ننطقهم. خلي بالك من حرف الاتش، اكتب لي في الكومنتس كلمتين فيهم حرف الاتش مع صوت من الاصوات دي. ما تنساش تتابعنا عشان تتعلم الانجليزي بطريقه extraordinary. Thank you for watching. Bye bye.